غير متسقة، هناك عدالة بطيئة. وبالطبع ده يمكن أكتر حاجة حز في نفس الشعب المصري اللي أنا بتكلم معاه، الصغير والكبير، الفقير والغني، داخل وخارج مصر، إن لابد إن كل واحد ياخد حقه. الثورة دي قامت كل واحد الأول نطهر، زي ما نطهر النظام، نطهر الجرح، وبعدين نبني. التطهير ده ما حصلش لغاية دلوقتي. طيب أنا عايز أكون أكثر وضوحا وأكثر مباشرة مع حضرتك. لدينا طرفان أساسيان حتى نكون صادقين مع النفس، لأنه إحنا على بعد ساعات معدودة من ميدان التحرير وميادين التحرير بشكل عام عبر أنحاء مصر المختلفة. لدينا يعني هذان الطرفان المتمثلان في الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أين يوزع، أنا هستخدم كلمة اللوم، أين يوزع الدكتور محمد البرادعي اللوم في هذه الإخفاقات، إن شئنا أن نسميها إخفاقات، أو عدم التوفيق أو التأجيل أو عدم الإنجاز؟ يعني أنا طبعا ما أقدرش أقول لك رد قاطع يا يسري، لأن ماليش رؤية واضحة، إنما ما أعلمه أن السلطة في نهاية المطاف مع المجلس العسكري. يعني بالنسبة للعدالة، بالنسبة للمحاكمات، طبعا لابد تكون محاكمات عادلة. احنا في مصر الثورة، ولا يمكن تكون محاكمات ثورية، أنا لا أطالب بهذا على الإطلاق. إنما كون إن قعدنا مثلا شهرين رموز النظام يجولون يعني يتجولوا في أنحاء مصر بالموبايلز بتاعتهم، بوسائل الاتصال، وبعد كده يرجعوا يقولوا لنا نظفنا كل شيء وهنرفع عليكم قضية عشان أسأتوا لسمعتنا. يعني وضع مش طبيعي. أما أجد أن وزير الداخلية من حوالي شهرين قال أن في 430 ضابط في أمن الدولة عملوا تجاوزات. يعني تجاوزات دي يعني تفسر أو تعذيب وقتل وغيره وغيره، ونقلناهم إلى أماكن أخرى. ما سمعتش كلمة إن واحد منهم أحيل على المعاش. يعني أخيرا النهاردة سمعت وأرحب إنه هيحصل تطهير في وزارة الداخلية يوم الأربعاء الجاي. إنما برضه هسأل حضرتك بمنتهى المباشرة، لأن احنا في لحظة تاريخية، ولأنه في سوابق قبل كده. حضرتك مصدق يعني تصريح زي ده؟ إذا ما حصلش أنا أعتقد، يعني أنا بطلب إن كل مصري ينزل بكرة، بس كل مصري ينزل بالروح اللي نزل بيها في الثورة، سلمية، شعب واحد. قوتنا النهاردة، أنا قبل الثورة كنت بقول قوتنا في عددنا، النهاردة قوتنا في وحدتنا وتصميمنا على إن الثورة دي تنجح. وأنا أأمل إن بعد شهر أو 2 يا يسري، إن مش الشعب المصري ما يضطرش كل مرة يوم جمعة يقضي في الحر واقف في ميدان التحرير عند مسجد القائد إبراهيم عشان يحس إن مطالبه بتتحقق. يعني حد المجلس العسكري والحكومة لابد إنهم مدركين وإنهم وياخدوا المبادرة، إنهم إن أنا وإنت وكل واحد مصري يحس إن فعلا حصلت ثورة، إن في عدالة، إن في أمن. طيب أنا عايز أوصل برضو مع حضرتك إلى، هرجع للنقطة تاني، أنا مش هزنق فيها كتير، لا لكن أنا عايز أعرف مدى ثقة الدكتور محمد البرادعي فيما يصدر من تصريحات، وخصوصا يوم الخميس. ده برضو حاجة شيء يعني الحقيقة ما هوش كويس يا يسري. يعني أنا دايما الناس كلها بنضحك، يعني أنا بنتكلم هنا بصراحة، الناس كلها دايما تضحك. يعني أي تنازلات تأتي دايما يوم الأربعاء أو الخميس قبل المظاهرة. فحصل النهاردة انطباع عند الشعب المصري إنه عشان يحصل تقدم في نجاح الثورة لابد إنه ينزل كل يوم جمعة ويعتصم عشان يحقق تنازلات، مع إنه المفروض إن النهاردة المسؤول عن الفترة الانتقالية وهو المجلس العسكري هو اللي ياخد المبادرة، بحيث إن أنا وإنت والشباب الصغير اللي بيذاكر واللي عنده امتحانات يقعد في بيته، لأنه عارف إن إحنا ماشيين على الطريق السليم. النهاردة الرؤية غير واضحة، الأمن غير موجود، والأمن ده في رأيي أنا النهاردة زي ما أنا قلت يمكن في التويت مهزلة. أما أقرأ في الجورنال تصريح إن في مؤامرة لتقسيم مصر إلى 3 أقسام، ولا أعرف مين اللي ورا المؤامرة دي وإيه اللي حصل فيها. تصريح رسمي، ده تصريح رسمي، وإيه اللي حصل فيها. يعني ده الكلام اللي احنا كنا بنسمعه في الثمانينات. أما كل يوم أسمع ثورة مضادة. ما هو ثورة مضادة دي يا إما في بلطجية، وأنا ما بعرفش برضو تعريف البلطجي ده إيه. بلطجية بيشتغلوا لوحدهم، طيب يتمسكوا. بلطجية بيشتغلوا لحساب ناس بتمولهم، يتمسك اللي بيمولهم. بلطجية بقى بيشتغلوا ما يطلق عليه فلول النظام السابق، يبقى ده
او جزء من الشرطه